السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أبو الأبرياء وموحى. إن شاء الله النهاردة فيديو بعنوان المفاجآت عند أبو الأبرياء. مفاجآت والله، مفاجآت مفاجآت مفاجآت. النهاردة إن شاء الله هعمل حاجة لسه أول مرة في حياتي أعملها، ما عملتهاش قبل كده خالص، لا مع موحى ولا في القناة. تمام؟ إن شاء الله هتشوفها النهاردة وتحكموا عليها، يعني خطوة كده من ضمن الخطوات اللي إحنا بنبدأ نعملها إن شاء الله، إن ربنا يوفقنا فيها بإذن الله. إحنا هنعمل إيه يا أبو عمار؟ لا، حطوا لايك الاول واشتراك اللي ما اشتركش، ونخش نشوف مقاديرنا مع الكيكه الجميله الظريفه. احنا معانا 2 كوبايتين ونص دقيق، 4 بيضات، تمام، كوبايه لبن، كوبايه زيت، كوبايه زيت صغيره مش كبيره، كوبايه ونص سكر، معانا 2 بيكن معلقه كبيره بيكنج باودر، و2 فانيليا. هنبدا نشتغل بقى، نحط جبنا هنبدا نشتغل. نحط البيض الاول، نضربه ضربه حلوه، 4 بيضات فضيناهم. طبعا يا جماعه الضرب كله او انت بتقلب يبقى تقلبها في اتجاه واحد، عشان خاطر تبدا معاك الفراغات اللي انت عايزها في اي حاجه بتضربها. احنا حطينا البيض وضربناه. هنبدا نحط الفانيليا، نحط ظرفين فانيليا وهنقلبهم برضو. دي يا جماعه الكيكه دي للشاي. تقوم الصبح تاخد واحده كده وتاكلها بالشاي، تبقى مية مية. ولادك رايحين المدارس الصبح ياخدوا واحده هم طالعين، كوبايه شاي، يبقى مية مية. احنا قلبنا البيكنج باودر، قلبنا الفانيليا مع البيض، والوقت حطينا السكر كوبايه ونص زي ما قلنا، وهنقلبهم برضو تقليبه حلوه اهو. نقلب لما يدوب السكر، بيبدا اللون يتغير اصلا، يعني اللون بيفتح شويه بتاع البيض، بدل ما هو اصفر غامق بيبدا يفتح معانا. حطينا كوبايه الزيت ونبدا نقلبها برضو. كل حاجه بنحطها نبدا نقلب فيها لما يبقى في مزيج، يمزج كله مع بعضه ويدينا خليط كويس. طبعا يا جماعه انا جد في الحد ديت، يعني مش محترف بصراحه، بس ان شاء الله واحده واحده هنحترف، بدأنا في الطريق هنحترف الطريق. فعشان ما حدش يخيل عليا بس يقول لان انا يعني ممكن تلاقوني لسه شويه. احنا الوقت الخليط نمزج الخليط كله في بعضه، الزيت مع البيض مع السكر اهو. بنحاول ان احنا نخلي كله زي بعضه، او كله برضه في اتجاه واحد، كله في اتجاه واحد. اللي جماعه انا ما بعملش لايكات يا جماعه، احنا امبارح قلنا عاوزين 5000 لايك، ما اتحطش لنا الا 2000 لايك. حطينا كوبايه اللبن اللي معانا، وبرضه هنقلبها تقليبه حلوه كده. انت كل مرحله بتعملها بتلاقيها هي اهم مرحله من اللي قبلها. كل مرحله كل ما تحط حاجه على الخليط تبدا لازم تكون اهم من اللي قبلها. احنا بنخلط نقلب لما يبقى كل الخليط مع بعضه كده. خلاص هنبدا نحط دقيق الكوبايتين ونص، مش بنحطهم مره واحده، بنحط نص الدقيق او اكتر من نص شويه، ونبدا نقلب. نحط البيكنج باودر عليه اهو. الدقيق دوك بس يختفي كده من قدامك، خلاص تمام. اهم مرحله في التقليب هي دي، لان انت الفراغات والهواء كله بيخش في المرحله دي. هنبدا نحط النص التاني. شايفين كده ما عادش اثر الدقيق خالص. هنحط الحبه الفاضلين وهنقلب برضه، مش يبقى فيهم اثر، بس نقلبهم تقليبه كويسه على اساس يبقى خلاص ما يكونش في كلاكيع، يبقى في فراغات في الهواء، تحس ان في هواء عشان تديك هشاشه بعد كده ان شاء الله، يعني لما تستوي. عرفونا ايه رايكم، يعني هل انا ماشي صح؟ يعني شغلي كده ماشي صح؟ انا يا جماعه بشوف حاجات وبعمل زيها، بس يعني بشوف حاجات بسيطه كده يعني. لان انا فعلا، لان يعني برضو دي رضوى بنتي معايا، يعني كانت بتساعدني فيها كده. لسه ما اشتغلش في الحد دي بصراحه. بس احنا نقول نغير النمط اللي احنا عايشين فيه، يعني كل اكلنا مش عارف ايه، لا والبنات كانوا عاوزين يطلعوا بره. نروح يا بابا نطلع بره، نمشي شويه وناكل حاجه من بره ومش عارف. قلت لهم لا،
نو. احنا بقى جبنا بتاع دي وهنحط بقى كلية الخليط فيها اهو. بسم الله ما شاء الله. قبل ما نحط الخليط انا حطيت يعني شوية زيت، وعملت بها اللي بتاع كليتها، وبعد كده حطيت شعر الدقيق برضو. تمام. وحطيتها كليتها وخبطتها خبطتين، وكنا قبلها مشغلين الفرن فوق وتحت. لما جينا نحطها فقفلنا من فوق وسيبنا تحت على درجة حرارة كام؟ على درجة حرارة 180 درجة. شايفين احنا سيبناها بالظبط 45 دقيقة. 45 دقيقة. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ورينا يا عم ياسر، ورينا يا عم ياسر. اوبا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. لا يا جماعة، لا لا لا، ده انا كنت فاكر ان انا هغلط، كنت فاكر ان انا هولع فيها، كنت فاكر ان انا هطلعها مفحمة. شايفين؟ الحمد لله ما شاء الله. بسم الله، بسم الله ما شاء الله. م. بسم الله ما شاء الله. برضو الحاجة لما الواحد يعملها أول مرة تختلف معاك على فكرة. الواحد بيبقى يحس إن هو في رهبة كده، مش عارف يعني. برغم إن حاجة بسيطة وسهلة، بتهيألي سهلة، بس برضو مهما كان في رهبة، في الموضوع. بس بسم الله ما شاء الله شكلها تحفة. هي مش عالية أوي صحيح، لأن الحاجة أكبر منها شوية. أو يمكن أنا غلطت في حاجة، مش عارف. أنتوا تقولوا لي يعني، أنتوا تعرفوني كنت أنا غلطت في حاجة أو لأ. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. مش عارف هي كده كده تمام يا جماعة ولا لأ، بس أنا دقتها بصراحة طعمها تحفة. لا سكر كتير ولا قليل. سكرها مظبوط 100%. انا مبسوط ان انا عملت حاجه دي بصراحه. يعني على الاقل خلاص الولاد فرحوا بيها خالص يعني. بسم الله ما شاء الله. اقول لكم اول مره اعملها، اول مره اعملها. المفاجاه التانية بقى ان بقول لكم الولاد كانوا عايزين يطلعوا بره، رضوى وجنات وعبوده عايزين يمشوا. فانا عملت لهم مفاجاه، قلت لهم لا احنا مش واكلين، احنا نعمل اكل خفيف. وانا بصراحه اتصلت على المطعم اول مره اتصل عليه، وعملت لهم مفاجاه كده يعني، وجبت لهم حاجه كده هيشوفوها الوقت. بسم الله. لان اقل حاجه بتفرح العيال بصراحه يعني. وانا ما بحبش ان هم يعني انا عاوز الجو يختلف. هم كانوا عاوزين يطلعوا بره ياكلوا شاورما. فانا قلت بدل ما نطلع بره ونمشي ومشوار عليا عشان ركبته وجعاني، فانا قلت لا، انا احسن حل اشتري لهم حاجه من بره، واحنا قاعدين في البيت هناكلها مع بعض وخلاص. دي مطعم اسمه المطعم البيت السيناوي. بس بسم الله ما شاء الله، هو مندي ما شاء الله عليه يعني. حاجه كده خفيفه وحلوه، وفي نفس الوقت يعني هم اتبسطوا بها جدا. وبصراحه يعني كلوا وشبعوا الحمد لله. اه البيت السيناوي، مطعم البيت السيناوي المأكولات البدوية والشرقية تحفة. دي في العاشر برضو من رمضان، حاجة حلوة يعني. بتاع ساخن اصلا، كان لسه كان ساخنة لسه، فالواحد مش عارف يفتحها. شايفين ساخنة اصلا لسه كانت لسه جاية يعني هو قال لي ان هي اصلا لسه مطلع الحياة من النار، فهو اتأخر عليها شوية عشان كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. محشي ورق عنب، سمبوسة، فرخة مندي، ورز وشوربة ورز وايه وبسلة. يعني كان في طبق بسلة اللي هو التاني ده. بس بصراحة بسم الله ما شاء الله تحفة يعني في الأكل. وكلنا وشبعنا والدنيا كانت مية مية، ويوم جميل، يوم ظريف. يا ريت يا جماعة اللي يعملنا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، عشان خاطر ايه نواصل معاكم. وعرفونا ايه رأيكم في الكيكة، وايه رأيكم في الفيديو عموما يعني. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. لا احنا كلنا بصراحة، كلنا وشبعنا منها الحمد لله. الحمد لله والشكر لله.
يلا يا جماعه، مستني ارائكم، مستني كلامكم الجميل، مستني لايكاتكم الحلوه، مستني، مش هقول لكم انا عاوز كام لايك بقى، براحتكم. خلاص. ومستني اشتراكاتكم، ما شاء الله عليكم يعني. ونتقابل ان شاء الله في فيديو تاني باذن الله. باذن الله. بس احنا عاوزين تشجيعكم معانا، تشجيعكم معانا. عاوزين نعرف موحى ان احنا برضه نسد في اي حاجه. بس برضه وجود موحى، عدم وجود موحى معانا مؤلم 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 مؤلم. يا رب كده يجمعنا على خير باذن الله، انا وهي والاولاد يا رب، لانهم وحشوني والله، الاولاد وحشوني جدا، وهي وحشتنا برضه. والاولاد هنا برضه عايزين عايزين يشوفوها بصراحه. يلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش تنسوا اللايك.